المطبخ المغربي يا جماعة، وما أدراكم ما المطبخ المغربي. الألوان، النكهات، الطعم الجميل، المالح والحلو في نفس الوقت، الطاجين والكسكس والمسمن. المسمن ده نوع من أنواع الفطاير مشهور بيها المطبخ المغربي، بس ايه، حاجة ما تتعملش إلا للعزيز الغالي. تعالوا نشوف هيتعمل ازاي. علشان اعمل المسمن هستخدم معيار دقيق، وليكن مثلا كوباية، اي كوباية، ونفس المعيار دقيق سميد. دقيق سميد يكون ناعم. استخدمت 2 يعني كوبايتين دقيق، يبقى كوبايتين دقيق سميد. احطهم كده مع بعض واقلبهم يتخلطوا مع بعض، وبعدين هحط حبة ملح، ادمجهم في الخليط بتاع الدقيق والمسمن كده اهو، وبعدين احط معلقة بيكنج باودر. حاولوا لما تيجي تستخدموا البيكنج باودر ما تدخلهوش مع الملح، بمعنى ان انا ما ينفعش احط البيكنج باودر مثلا مع الملح، افصلوا ده عن ده، لان كده البيكنج باودر او الخميرة مش هتشتغل، والملح بيوقف عمل الخميرة. اقلبهم كويس، وبعدين هيجي دور الميه. انا عندي كوبايه ميه حطها جنبي، الميه دي عاديه من الحنفيه، هحط منها حاجه بسيطه، يعني مش هحط كلها مره واحده، لان دقيق السميد بيبقى حساس شويه ضد الميه، يعني ما ينفعش ادلق له الميه مره واحده، مش هلاقيه يشتغل معايا. احط له حتى لو بالمعلقه، احط اسقسق زي ما بيقولوا شويه كده لغايه ما العجينه تبتدي تلم معايا. طيب بسم الله، هوب كده معايا، وبعدين ابتدي الم العجين بالميه كده اهو، وبعدين تعمل تكتلات كده اهو. مش عايزه اقول لكم الفطير ده قد ايه طعمه حلو، اسمه اللي مسمن، طعمه حلو. ممكن بقى نحشيه احنا باي حاجه، لحمه مفرومه، شويه جبنه، بصل. في المغرب بيعملوه بالبصل والهريسه، اللي هو مسحوق الطماطم، مسحوق اسفل الفلفل الحراق. ممكن نعمله بالسكر عادي، نرش عليه سكر، نرش عليه عسل، ده المشهور عندهم اكتر. اهي ابتدت تلم، انا ايه، ههدي شويه الميه وبعدين ابتدي المها بايديا الاتنين. في الوصفه دي ما بفضلش استخدم الروبو اللي هو المكنه المطبخ، علشان خاطر ايديكي هي المؤشر بتاعك، مؤشر حساس جدا. يعني هي بتقولك العجينه ناشفه، العجينه بتلم، العجينه لا محتاجه حبه ميه زياده، لا زودتي الميه. فعشان كده انا بحب استخدم ايديا على طول اهي، بس هي حساها ناشفه شويه، هزود لها ميه برضو، ايه، حاجه بسيطه. بسم الله، لغايه ما احس انها توصل للقوام اللي هتشوفوه كمان شويه. نكمل كده اهو، المفروض بايديا الاتنين. بعد حوالي 12 دقيقة من العجن، العجينة وصلت لملمس زي المستيكة كده، مطة كده، هي المطلوبة. حتى انا ايه، ما استخدمتش انا على فكرة المية كلها، فضل فيها حوالي مثلا مغرفتين من الصغيرين قوي دول. تمام كده خلاص. العجينة بقى هعمل ايه، هلفها على هيئة كرة كده، دي خلاص، وهجيب حاجة عشان اخمر فيها العجينة كده اهو، وهغطيها بورق الاسترتش واسيبها ساعة في مكان دافي.
بعد ساعة ارجع لها تاني عشان ابتدي ايه مرحلة التشكيل. بصوا بقى بعد حوالي ساعة العجينة حجمها زاد شوية. انا جهزت جنبي علشان مرحلة بقى التوريق والتشكيل. طبق فيه 3-4 معالق دقيق سميد ناعم من نفس طبعا الدقيق اللي استخدمته، سميد بس مفيش دقيق محطوط، مفيش دقيق قمح يعني. والطبق التاني فيه معلقتين 3 زيت على معلقتين 3 زبدة عشان ادهنهم. وبقية كيس البيكنج باودر ده خدت منه معلقة. وعصقت لحمة عشان احطها في الحشو. انا هعمل نوع مسكر ونوع حادق. هنا في التعصيجة انا عملتها عادي خالص، ما عملتش فيها اي افتكاسات، بس مجرد ان انا حطيت عليها جزر مبشور علشان انا الحقيقة بحترم الجزر، يعني بحترم الخضار قوي، فما ينفعش اكل اعديها من غير ما يبقى فيها خضار. طيب نسمي الله كده ونبتدي. هبتدي الاول احط بقية البيكنج باودر على السمنة والزيت، هقلبهم كويس. وبعدين ابتدي ارفع الدقيق العجين واعمل كور صغيرة. دي هتبقى عدد الفطاير اللي هتطلع مني. اهي الحجم بتاعها. هدهن السطح اللي هشتغل عليه بفرشة من الزيت والسمنة اللي انا عاملاه. وبعدين احط العجينة بتاعتي، هما دول الكمية عملت حوالي 8. وابتدي افرد على هيئة مربع. اخد شوية دقيق سميد احط في النص، دي هتديله قرمشة حلوة قوي كده اهو. كل خطوة بعملها بحط فرشة من الزيت والسمن، وبحط فرشة بحط رشة من دقيق السميد. ما شدش قوي عشان ما يتقطعش مني الوش ده كده. اخد حبة تمام. اول واحدة دي هعملها سادة، التانية هعملها محشية. وبعدين بطبق الجنبين على بعض، احط فرشة وحبة دقيق سميد. وبعدين الجنب ده فرشة، والجنب التاني طبقتها. دي بقى افردها على هيئة مربع بالراحة كده. ممكن على فكرة بالنشابة عادي، وممكن بايديكم. هي فكرة بس ايه الايدين كمان، ان انا بشرب العجينة بما ان هو فطير في رقات كده هو مورق يعني، فبشرب بصوابعي، بس صوابعي اكثر مهارة يعني في حتة تشريب العجينة. كده اهو اتفرد ما شاء الله لا قوة الا بالله كده اهو. خلي بالكم علشان نوع الزيت لازم يكون كويس، لان ده كل ده هيدي طعم في ايه، في الاخر، في الفطيرة في الاخر، او في المسمن الاخر كده. خلاص كده دي خلصت، حط على جنب. التانية نفس الموضوع كده، انا بحطها اشتغلها واوريها لكم. اهي فرشة، حبة دي سميد في كل حتة. هنا انا بقى هحط حشوة، هحط في النص كده شوية لحمة مفرومة بمقام مثلا معلقة ولا حاجة. ممكن تحطوا بقى جبنة جبنة مبشورة، جبنة تركي، ممكن تحطوا حتت بسطرمة، ممكن تحطوا بصل. هتنيها 1 دي اتفتحت مش مشكلة، هتقفل عليها التانية. 2 معلقة
ممكن بيتعمل زي تقلية بصل كده وبيتحط عليها فلفل حراق. بصوا بقى دي محشية هنفردها، بس خلي بالكوا ايه، حذر عشان في جوه حشو ما يطلعش كده اهو. انا هحاول اقلبها عشان اشتغل عليها الناحيه دي كده اهو. اجمع العجينه هنا كده هنا، وبعدين تتقلب من الناحيه التانية. ما تكتروش الحشو، هوب كده اهو. كده اهو اهي. انا بس عشان كترت الحشو شويه فبقى ليها حد اقصى للتمدد عشان ما يتقطعش، بس على العموم اهي تمام. كمل الباقي ونشوف النتيجه. حطيت الطاسه بتاعتي على نار متوسطه وحطيت فيهم شويه ايه سمنه او شويه زيت او خليط من الاتنين. تمام. لما الطاسه بتاعتي سخنت احط المسمن بتاعي او الفطيره بتاعتي على النار. هي ما بتاخدش كتير، يعني مثلا 3 دقايق على الوش، وبعدين لما احس انها شدت شويه اقلبها على الوش التاني لغايه ما الاقي ايه عملت علامات حمراء اللي هي علامات التحمير شويه، بس ما تحمرش قوي عشان ما ننشفش من فوق. قلبتها على الوش التاني، يعني 3 دقايق على وش و3 دقايق على الوش التاني. فهي ابتدت تدخل في ايه في السوا. بصوا تمام. هطلعها دلوقتي. انا جهزت ورق مناديل علشان خاطر تستقبل ايه اي كميه سمن زياده. الفطيره اللي باللحمه الحقيقه ريحتها حلوه جدا. بصوا اهي انا عاملاها صغيره، لو عايزين تكبروها طبعا العجينه ايه كميه العجين بتكبر شويه.